تقريبا كل أم عاشت اللحظة اللي ابنها فيها يقول كلام غلط أو يخبي، وتبدأ الأم تسأل نفسها: هو أنا ابني بقى يكذب؟ هو ده طبيعي ولا أنا اللي قصرت؟ احنا النهاردة هنتكلم ليه الطفل بيكذب، ايه أنواع الكذب، ايه الغلطات اللي بنعملها بتزود الكذب عند الأطفال، أعمل ازاي مع الطفل اللي بيكذب، ازاي أحاول أعدل سلوك الكذب، امتى أروح لأخصائي. حلقة مهمة جدا هتغير طريقة تربيتك لابنك. طيب هو الطفل اللي بيكذب، أول حاجة الخوف من العقاب. لما كل غلط يبقى وراه زعيق، الطفل هيخاف وهيخبي. تاني حاجة النقد المبالغ فيه. لما أفضل أقوله أنت غلط، أنت بتكسفني، الطفل هيضطر إن هو يخبي. تالت حاجة الضغط على الكمال. طول الوقت الطفل عاوز يرضي بابا وماما. رابع حاجة وجود قدوة بتكذب في البيت. طول الوقت الطفل شايف في البيت حد كبير بيكذب فهيقلده. ايه تاني؟ قلة الثقة بالنفس، الخيال العالي، حب الظهور، وده بيظهر دايما في الأطفال من سن 4 سنين ل7 سنين. أم جاتلي وقالتلي إن ابنها عنده 5 سنين كل يوم يجي يقول كلام مش حقيقي. مرة يقول لها إن في حد من صحابه اداله أكل، مرة تانية يقول لها إن في حد ضربه في المدرسة. ولما الأم سألت لقيت إن كل الكلام ده غلط. ولما أنا قعدت مع الطفل واتكلمت معاه، طلع إن الولد مش بيكذب، هو بس محتاج يكسب اهتمام مامته لأن طول الوقت مشغولة عنه. إيه الغلطات اللي بنعملها بتزود الكذب عند الأطفال؟ الزعيق والتهديد والتوبيخ قدام الناس والمقارنات وجملة أنت كذاب والعقاب المؤلم. في فرق كبير قوي بين أنت كذاب وبين أنت ما قلتش الحقيقة. خلينا دايما نتعامل مع السلوك مش مع الطفل. أتعامل إزاي مع الطفل اللي بيكذب؟ أول حاجة ابني الثقة، اوعي تلوميه أو تعاقبيه قدام حد. تاني حاجة قولي له أنا عايزة أعرف الحقيقة عشان أساعدك مش عشان أعاقبك. تالت حاجة استقبلي كلامه بهدوء، مهما قال اوعي تزعقي. رابع حاجة اديله بدايل، زي قولي له احنا ما ينفعش نقول حاجة مش حقيقة، بس ينفع نقول أنا زعلان، أنا خايف، أنا محتاجك. خامس حاجة علميه يعبر عن نفسه. قولي له لما تعمل حاجة غلط تعالى قولي وأنا هساعدك. ولما يجي يقولك حاجة حصلت أو الحقيقة قولي له أنا مبسوطة قوي لأنك قلت الحقيقة وأنت كده شجاع. إزاي أحاول أعدل سلوك الكذب؟ أول حاجة وفري علاقة آمنة ما بينكم. تاني حاجة اسمعيه وخليه يحس بالأمان. تالت حاجة اديله بدايل واهتمي بمشاعره. رابع حاجة شجعي الحقيقة واوعي تعاقبي على الصراحة. امتى أروح لأخصائي؟ لو الطفل بيكذب باستمرار وبشكل مؤذي، لو الكذب صاحبه سرقة، لو الكذب سبب مشاكل كبيرة، لو مفيش أي تطور من بعد التدريب ب3 شهور. ابنك مش كذاب، ابنك طفل بيتعلم وبيجرب وبيخاف. رد فعلك هو اللي هيخليه يكبر صادق ولا يكبر خايف. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك، وقوليلي تحبي نتكلم ايه تاني في المشاكل السلوكية للأطفال.